فإذا خسرت الدنيا كلها وأنت مع الله فما خسرت شيئا، لأن وجود الله معك هو أغلى ما يمكن أن تملكه في حياتك، فأنت في كنفه ورعايته، وستجد في قلبك السكينة والسلام. أما إذا ربحت الدنيا كلها وأنت بعيد عن الله فقد خسرت كل شيء، لأن تحصله من متع زائفة ومكاسب مادية لن يسد جوع الروح أو يملأ فراغ القلب. في نهاية المطاف ستظل مشاعر الوحدة والخواء ترافقك، وستدرك أن السعادة الحقيقية لا تأتي من المال أو المناصب، بل من القرب من الله ورضاه. لذا اجعل علاقتك بالله أولوية في حياتك، وحافظ على إيمانك وثقتك به، فالدنيا فانية وما عند الله هو الباقي. تذكر أن طاعة الله هي طريق النجاح الحقيقي، وأن القرب منه يجلب البركة في كل ما تفعله.